فاحنا بالنسبه لنا الرابطه ما لها علاقه لا انديه ولا اتحادات. احنا اليوم عندنا وضعنا خطه، الخطه حنمشي بيها خطوه خطوه. اللي يلتحق بركب الرابطه على عيننا وعلى راسنا، اللي يشكك احنا هم ما نريده ولا نريده يوصل. كابتن عزيز، احنا حتى نودع محور الرابطه وندخل بمحور اللي يخص نادي الناصريه، باعتبار انت كنت احد اللاعبين السابقين مع النادي، ماذا يرى الكابتن عبد العزيز عبد النبي في النادي؟ هل سيتأهل اذا بقي على هذه الاداره ام لا؟ استاذ علي، انت اعتقد ملامس الواقع. اليوم احنا ايش قلنا؟ عوامل نجاح النادي بثلاثه: اداره، مدرب، لاعبين. صح لو مو صحيح؟ صحيح. ذني الثلاثه متواجدات باداره نادي الناصريه. انت لما وقعت ويا مدرب اللي هو ثار جسام، وقعت وياه واخذت الفريق الاربيل وما تعرف الفريق شلون جاب اللاعبين، منو جاب اللاعبين. انت مرات انت هسه حتى هالايام الجمهور هسه هم راحوا ولا واحد ظل بينتهم؟ طبعا راح، لان هي اساسا البناء غلط من البدايه. ليش؟ انت من حطيت لك مدرب او من جبت لك مدير فني يجيب لاعبين، جابهم منين؟ جابهم من الناصريه، جابهم من قصدك لازم يكون المساعد من المحافظه. احنا قلنا من تخلي لك مدرب، شو يراد لك؟ يراد لك مساعد مدرب او مدرب مساعد او كادر مثلا، مشرف تجيبهم ذولا منين؟ ذولا ولد الناصريه. هذا يحترق قلبه، مو مثل ذاك يخسر يريد فلوس، صحيح. يفوز يريد فلوس، ما له علاقه. صح لو مو صحيح؟ احنا تدري كل سنه احنا هاي السنه وراح نصعد، وهاي السنه وجبنا فلان، وعندنا الفريق خوش يلعب، وجبنا المدربين خوش مدربين، وبالنتيجه شنو؟ نطلع احنا هم نفس الشيء، هم هسه 3 خسارات 4 خسارات. احنا كنا نقول مثلا احنا بالمركز الخامس ثاني، مو وصلنا هسه تاسع، يمكن هسه تاسع، والفرق كلها جاي تفوز. وبالنتيجه انت كل لعبه تخلي يدك عليها تخسر، من تخسر الثلاثه تصير 6 بالنسبه للانديه المتنافسه. يعني افهم من كلامك اخر 10 سنوات تضيع نادي الناصريه تحمل اداره النادي. طبعا اداره النادي. هو منو ال10 سنوات هسه اللي صارت؟ منو اللي مشى نادي الناصريه؟ منو اللي طى فلوس؟ الاداره. منو اللي ما يريد يصعد؟ شلون تصعد هسه؟ بس هدفتين. انت اليوم احنا قلنا من البدايه، قلنا عندك ضوابط، هاي الضوابط تصعدك تمشيك، تصعدك للدور النخبه لو ما تمشيك. وبالنتيجه 3 عوامل رئيسيه هي اساس نجاح كل نادي موجود. قلنا اداره اللي هي صاحبه الاموال، اللي هي تخطط، اللي هي توضع برنامج مناسب، وعندك مدرب كفو على مستوى، خيارات مدرب تكون على خيارات على مستوى. انت هسه نادي الناصريه ايش قد من الناصريه؟ ايش كم لاعب؟ ماكو يمكن 4 أو 3. يعني هاي الناصريه اللي لاعبين يلعبون هسه بدوري المحترفين ايش قد عندك؟ بها 3 لاعبين يلعبون بالدوري الممتاز؟ زين، هذا اللاعب مع جل احترامي للاعب اللي موجود واللي تجيبه انت، هذا جايبه يعني نفس ابن الناصريه. هم استرجع هسه ناس مع احتراماتي لك مدفوعه وقال لك هو وين ابن الناصريه؟ شو سوى ابن الناصريه؟ هو تمثيل ما حد يعطيه. هو انت مطيه مثل ما مطي هذا، انت تعطي 300 و450 وذاك تعطيه 1.5 مليون وقاعد وياكل ويشرب بالفندق. زين انت شلون المعادله تريدها تصير زينه؟ ما تمشي. انا اقول لك ما تمشي. كابتن عزيز، حتى ما تصير حلقتنا تخص